ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بقى فيديو جديد وأكلة جديدة وحاجة كده جميلة كده تفكرنا بأيام زمان واحنا راجعين من المدرسة وماما عاملالنا أحلى قلقاس. يلا حطينا الفرخة بتاعتنا على النار وهنسيبها بقى تستوي كده. وعقبال ما تستوي تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في الأكلة الحلوة بتاعتنا دي. القلقاس طلع فقلت والله لازم ناكل قلقاس. دي راس تومة اهيت عندي. التوم ده مش توم بلدي، لان التوم البلدي عندي خلص فنزلت جبته والله وهيقضي الغرض وهيبقى زي الفل. جبت القلقاس متقطع، انا لقيته قدامي كده متقطع ومتكيس ولقيته نضيف فقلت طب ليه لا، بدل بقى ما اقعد اجيب واقعد اقطع فيه واقشره وبيبقى عايز ايد جامده. وبصراحه انا مش قادره بيني وبينكم، خليها في سركم بس ما تقولوش لحد. يلا بقى عندنا بصوا السلق ده انا جايبه الحزمه الواحده ب5 جنيه، ما تستغربوش والله، بس برضو على مين نعمل احلى اكله ولا يهمنا. جبت 4 حزم، تمام. اخدت منهم اللي اخدته والباقي شلته في كوبايه كده في الفريزر. قلت ايه لحين بقى لما ابقى عايزه اعمل تاني. السلق انا فكيت الربطه يعني حزمه حزمه كده وتغسليها، اغسليها كويس. انا شلت الجذور بتاعتها من تحت كده على قد ما اقدر. ويلا بقى نغسلها كده في ميه جاريه كده ونخليها تبقى حلوه. بصي انا بغسل كده وبعد شويه بشيل احط في مصفى جنبي وبعدين اصب الميه واملاها تاني. ما تصفيهاش كده، ما تدوسيش عليها في الصينيه وتصفيها، لا، شيليه انشيليه من الميه وصفي الميه بتاعته وارجعي تاني املي ميه وحطي ميه تاني وهكذا. انا كده هغسله كله وارجع اصفيه اشيله بايديا كده احطه في المصفى جنبي، وفي الاخر برضو هغير الميه وارجع اغسله تاني. اهم حاجه في الخضروات او الورقيات ديت لازم الغسيل يبقى بعنايه، لازم تغسليه كويس كده علشان اللي ياكل فيه، معلش بقى ايدي جت كده ولا كده، لازم تغسليه كويس عشان اي طينة اي ترابة. وساعات بيبقى فيه مثلا اي حاجة بقى قواقع او حاجة حسب بقى نوع الورقيات اللي عندك. اغسليها كويس مية جارية كده اهو. لو لقيتي ورقة مثلا مش حلوة لقيتي حاجة شيليها على طول على جنب، ما تاخديهاش وتقولي خسارة، لا، هي حرام. عشان لو في اطفال ولا حاجة عايزين ولادنا ياكلوا احسن حاجة وانضف حاجة. انا بقى هغير المية وارجع تاني اغسله من اول وجديد. بصوا ورقة زي دي كده انا شلتها اهي. وانا بقى هقول لكم التركايه بقى او هقول لكم التكات بتاعه السلق كلها. انا طبعا هعمل القلقاس بالسلق، مش هتحطي كزبره، لا هحط كزبره بس هحط كزبره ناشفه، ماشي، مش هحط كزبره خضراء. عايزه تحطي كزبره خضراء مع السلق براحتك خالص مفيش مشكله، بس انا هقولك على طريقتي. وطبعا كل شيخ وليه طريقه. انا طريقتي في القلقاس هعمله كله سلق 100%. الورق بتاعي كله سلق. بصوا انا فضيت الميه اهو وبملاها عشان اغسله بقى تاني عشان الورق يبقى نظيف. انا حطيت بقى وانا بعمله في الاخر خالص كده عملت له كزبره ناشفه حطيتها في الشوربه كده وخلاص. هنحمص بقى السلق بتاعنا. فطبعا انا عايزه عايزه صينيه او عايزه طاسه تبقى كبيره كده عشان افرده واحط على وش الثوم ويبقى عندي براح في الحله بتاعتي، ما يبقاش كله متكون فوق بعضه كده ويتلسع مني. فانا جبت الصينيه الحلوه دي اللي كنت بغسل فيها، غسلتها كويس ونشفتها حطيتها على البوتاجاز كده. حط شويه زيت صغيرين، ما تكتريش في الزيت،
السلق بتاعي، همسك الورق بتاع السلق بتاعي مش هحطه سليم، انا علشان عايزة السلق يخلص بسرعة، لانه طبعا اطول حاجة عندك هي ورق السلق ده عقبال ما يتحمص. واحنا عايزين بقى نحمصه بطريقة جدتي ونعمله كده. بصوا انا قطعته كده، هتقطعيه كده كل ربطة كده قطعيها، بحيث ان هو ايه، هو كده مش هياخد معاكي وقت. هو هياخد وقت بس مش الوقت اللي هو لما تبقي سايبة الورق كبير. هجيب كل الربطات اللي عندي اقطعها بنفس الشكل كده. انا مش هجري الفيديو ده هيبقى يعني طويل شوية معاكم، بس عشان تشوفي كل التفاصيل بتاعته، عشان في ناس كتير بيقولوا لي احنا ما بنعرفش نعمل السلق زي زمان، وفي اقتراحات بان احنا نحط السلق في الخلاط بشوية شوربة ونضربه ونحطه على وش القلقاس فبيبقى لونه فاتح. لا يا جماعة، هيبقى لونه اخضر فاتح كده، مش هيبقى حلو. مش هو ده القلقاس اللي اتعودنا عليه من امهاتنا وجداتنا. انا هقول لكم بقى الطريقة ان شاء الله باذن الله، ويا رب تستفيدوا بيها كده وتبقى بسيطة. انا قطعته زي ما قلت لكم اهو، الورق قطعته كده اهوت، بصوا. وفرديه بقى في الصينيه كده، عايزاه يبقى ياخد الصينيه كلها. بصوا هو تحسيه كتير، لكن هو دلوقتي هيهبط، هينزل الميه بتاعته كلها، وهتلاقيهم شويه صغيرين في الاخر. ما تسرحوش مني بقى كده، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قولوا لي بقى اتغديتوا ايه النهارده، وقولوا لي بتتابعوني منين، وايه رايكم في الوصفات اللي انا بعملها. يا رب تكون بتفيدكم في اي حاجه يا رب. انا بقى ايه، حطيت السلق بتاعي كله. بصوا زي ما انتوا شايفين انا ما حطيتش معاه اي خضرة تانية. هنحط بقى التوم بتاعنا بقى اهو. كانت الكاميرا فصلت مني. ادي الفراخ بتستوي على جنب اهي. حطيت راس التوم، مش كتيرة خالص راس التوم، خلي بالكم، لان ده انا كمية عندي 4 ربطات كبار، فايه هيبقوا محتاجين التوم ده كله. حطيناه بقى كده وهنسيبه، ما نقعدش نقلب فيه كتير، هنسيبه كده لحد لما ينزل ميته ويشربها تاني، ويبتدي بقى ايه في التحميص. كل شوية بقى ايه نرجع له كده نبص عليه. ما تنسوش وتروحي تقعدي، اوعي تسيبيه وتروحي تقعدي، هيتلسع منك ويشيط ويبقى باظ مننا. خلاص هو هنا كان بدأ يهبط، وبدأ اهو المية بتاعته برضو تخرج منه. فردته برضو كده. يلا وزعيه بقى في الصينية بالشكل ده كده. وما تنسيش بقى الصينية طبعا كبيرة على العين بتاعة البوتاجاز، فانتي كل شوية ايه دوريها كده على اساس ان النار تبقى طايلاها، وكل شوية ايه روحي وتعالي وقلبي. بصوا انا واقفة طبعا ايه اغسل المواعين وارجع له، اوضب حاجة في المطبخ وارجع له. انتي على حس السلق ده وانتي واقفة جنبه كده، اقعدي ايه سلي نفسك في اي حاجة، في مواعين، تنظمي ضلفة من عندك ولا حاجة، التربو عايز يتلمع، اي حاجة، وتروحي وترجعي وتروحي وترجعي. بصوا بقوا شوية صغيرين خالص في الصينية. برضو نقلب كده. ايه رأيكم؟ انا عايزاه بقى ايه شوية شوية هيشرب المية بتاعته، وهيبتدي ينشف ويغمق، علشان يدينا اللون الاخضر الغامق اللي بيبقى على وش القلقاس ده بتاع زمان. بصوا انا مثبته لكم الكاميرا بحيث ان هي تبقى جايبه الصينيه كده.
هنا بقى بصوا القلقاس، انا عايزه اقول لكم على حاجه. القلقاس اهو، هنغسله بقى ازاي؟ طبعا انت مش هتاخديه تحطيه على طول كده، لازم تغسليه. فعشان نغسله احنا لو غسلناه بميه بس في ماده زي اقول ايه، في ماده كده ممزلقه كده بتبقى فيه، قولوا لي بتقولوا عليها ايه الماده ديت. فانا حطيته كده هسيب عليه الميه، بس في نفس الوقت هعصر معاه الميه ليمون. الليمون ده هيخلي القلقاس المادة اللي فيه ديت ما تطلعش، وهتبقى المكعبات صافية وحلوة ونضيفة كده. بصوا انا حطيت المية اهو، انا بغسله. حطي جنبك بقى مصفى عشان انتي هتشيلي برضو وتصفي. وعايزين بقى وانتي بتشطفي كده تعصري عليه ايه، الليمون. اشتغلي بايدك كده وقوي قلبك. يلا بقى نصفيه. بصي كده، تشيلي بايدك وتصفي الناحية التانية، ما تدلقوهوش بميته علشان المية مش عايزينها ايه يبقى فيها رملة ولا ترابة ولا اي حاجة مطرح ايدين اللي قطعوه كده. اوعي تنسي وتدلقي المية عليه. يلا هنبتدي ايه، ادي الصف اهوت خلاص. انا مش عارفة ليه ما جاش وانا بعصر عليه الليمون. هنا بقى انا حطيته في الشوربة كانت سخنة بعد ما شلت منها الفراخ وصفتها، والشوربة كانت سخنة. حطيت القلقاس بتاعي وابتدي اعصر برضو عليه ليمون. يعني انا عصرت عليه ليمون في الشطف، ودلوقتي هعصر ليمون تاني، ليمونتين بس يعني مش كتير، مش هتحتاجي كوباية ولا حاجة، ده هما ليمونتين. ليمونتين بس كده في الشوربة عشان برضو ايه المادة دي ما تطلعش كده وتبقى المكعبات مش حلوة. بصوا اهو، ونسيب بقى المكعبات عندي تاخد السوا بتاعها والشوربة تغلي شوية. ادي ليمونة تانية اهي. تعالوا بقى ايه نشوف السلق بتاعنا. انا هسيب بقى المكعبات دي كده ونشوف السلق بتاعنا. بصوا بدأ ياخد لون، يا رب يكون باين معاكم اهو. اهي بصوا الزيت بتاعه اللي تحت ده الاخضر ده، بس برضو لسه. بصوا بدأ يلزق كمان في قاع الصينية. شوية شوية هتلاقيه بقى كله غامق قوي. هنا بقى في المرحلة دي اوعي تسرحي او تسيبيه وتمشي عشان ما يتلسعش منك. بصوا عامل ازاي، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، يبقى مخرفش كده. وتقلبي بقى في المرحلة دي، تقعدي تقلبي كتير عشان ما يتلسعش منك، وتفرديه تقلبي وتفرديه تاني خلاص لحد لما ياخد اللون الغامق ده. لو حسيتي ان في واحدايه من التوم اتحمصت قوي ولا حاجه شيليها عشان ما تمررش معاكي السلق بتاعك او الشوربه تبقى مره او كده. خلاص حتى لو هتعوضي بمكانها بتوم يكون لسه طازه خلاص. بس انتي مش هتحتاجي، يعني انا شلت بس هما كان في واحدتين كده اتلسعوا، انا شلتهم عشان ما يمرروش الدنيا معايا. واهو اول ما تشوفي المنظر ده اعرفي ان انتي السلق بتاعك او السلق خلاص بيخلص وخلاص، والقلقاس بتاعك قرب كمان يخلص. هو القلقاس ما بياخدش وقت غير في السلق، يعني انتي اصلا لو مخزنه عندك السلق ده
هتجيبي وتعملي على طول القلقاس، مش هياخد منك حاجه. الفرخه بتاعتي كنت طلعتها. بصوا الشوربه عندي بدات تغلي ازاي. انا بقى عايزه ايه؟ اشوف كده السلق بتاعي، اخده اول ما يتحمص ويبقى لونه كده غامق قوي، اخده على التويسته وافرمه. بصوا بقى عامل ازاي، بصوا كده بقى مخرفش وبقى حلو. انا في المرحله دي هطفي عليه واخده على التويسته بتاعتي افرمه من غير اي حاجه، ولا تحطي شوربه ولا تحطي زيت ولا تحطي اي حاجه. هو الزيت بتاعه هو عمال يشقشق جواه، انتي هتاخديه زي ما هو كده على التويسته وتفرميه لحد لما يبقى ناعم معاكي زي الكريمه. بس ادي من المكعبات بتاعت القلقاس. وتعالوا بقى ايه، ناخد السلق بتاعنا. بصوا انا غرفته اهوت، حطيته في طبق والزيت بتاعه حتى في قعر الطبق تحت اهو. هناخده بقى على التويسته بتاعتنا كده. يلا هنفضيه بقى شويه بشويه كده ونطحنه جامد. اتفقنا مش هنحط حاجه خالص خالص مع السلق في قلب التويست. مش هنحط زيت، مش هنحط شوربه، ما تحطيش اي حاجه. لو حطيتي شوربه برضو هيفتح معاكي وهيبقى اللون اللي احنا عملناه ده كله راح. استني وطولي بالك، افرميه زي ما هو كده. بصوا الزيت بتاعه، بصوا الدرجه بتاعته، بصوا النقطه اللي وقعت على الرخامه دي، مش هسيبها. تعالي هنا، همسحها يعني همسحها. دايما نضفي كده الرخامه حواليكي وما تقلقيش من اي حاجه. شغل المطبخ جميل والله وممتع، بس انتي بس حبي الوقفه فيه. يلا انا هوت اخدت شويه اهو اطحنهم. هتبقي مستخسره الفرفوته والله ان انتي ترميها. افرميه بقى وحطي عليه شويه بشويه لحد لما الكميه اللي عندك خالص تتفرم. نوصل بقى التويسته بتاعتي. انا مش عارفه، اقولولي لو الفيديو طويل معاكم ولا لا، بس انا يعني عايزه السلق بالذات ما يتروحش عليكم اي تركايه فيه، عشان في بنوتات كتير بيقولوا لي احنا ما بنعرفش نعمل السلق وبنضطر نفرمه كده مع شويه شوربه وخلاص. الورق وهو لسه من غير ما يتحمص ولا اي حاجه بنحطه في قلب الخلاط بشويه شوربه وخلاص على كده. فطبعا ما بيطلعش زي بتاع ماما ولا بيطلع زي بتاع زمان اللي احنا متعودين عليه. فقررت ان انا لما اعمله اصوره بكل حذافيره وتفاصيله علشان تعرفوا تعملوه. بصوا اهوت انا حطيت الكميه الباقيه. ما كنتش عارف ان الكاميرا بصراحه مصوره من تحت قوي كده. يلا هحطه كده وايه ونفرمه، نشيل بقى اللي حواليه ده. ويلا بقى ايه نفرم الباقي. نمسح بقى عندنا الرخامة بتاعتنا كده، نمسحها ونشتغل بقى على نظافة. جيب التويستة ويلا. انا عايزاكي تفرميه فرما مبرحا. فاكرين اللي معايا من زمان؟ عارفين بقى جملة ايه؟ فرما مبرحا. عايزاه يبقى كريمي كريمي خالص، اللي بيها ناخد منه معلقة نحطها في الشوربة بتاعتنا كلها تبقى لونها اخضر غامق كده وحلو، وناكل احلى قلقاس. ده اللي وصل لهنا بقى ما ينساش اللايك والشير لو الوصفة عجباكم وبتستفيدوا منها. متنسوش بقى اللايك والشير سبسكرايب. وقولولي بقى بتتابعوني منين. يلا بصوا بقى، انا هنزل لكم دلوقتي المنظر تشوفوه. بصوا ايه رأيكم لو اخدتي بس معلقة كبيرة كده حطيتيها في الشوربة، بقى عندك احلى شوربة قلقاس. بصوا المنظر، بصوا اللون الاخضر الغامق ده. قولولي والنبي بقى شفتوه فين قبل كده؟ فكركم بايه واحنا راجعين زمان واحنا صغيرين كده من المدرسة ولا من الدرس،
وريحة العمارة كلها ريحتها قلقاس. ماما بتعمل قلقاس والشتا داخل، نفس الشعور. ربنا يا رب يخلي لكل واحد والدته، ولو اللي والدته متوفية ربنا يرحمها ويرحم أمي يا رب. يلا بقى بصوا، انا ايه مش هحطه مباشرة كده في قلب الشوربة، انا اخدت شوية وباخد بقى في المصفى كده، واخد بالكبشة احط جوه اخد من الشوربة من الحلة وانزلها على المعجون بتاع السلق، بتنزل لي اللون. بصوا اهو، وتقلبي بقى. جيبي بقى الكبشة بتاعتك وشيلي بقى، شيلي كده شوربة واسقي، هتلاقي اللون نزل وشوية. وهجيب لكم الكاميرا، انا عارفة الكاميرا بعيدة، هجيبها لكم دلوقتي تشوفوا المنظر، اللون الاخضر الجميل. بصوا بقى الحركة دي بتخلي ايه، انتي اخدتي اللون بتاعه والزيت بتاعه، لكن الكتل نفسها لا، عشان ما تأثرش برضو على القولون او المعدة. بصوا بقى اللون الاخضر، بصوا الجمال، ايه ده، في كده. الف هنا والف شفا لكل واحد كان ليه النصيب ان هو ياكل منه، بجد كان جميل. انا نفسي تشموا الريحة، يعني لو في بس يعني اوبشن ان انتوا تشموا الريحة ودوقكوا الطعم. انا قاعدة من مكاني هنا وجعت. ايه رأيكم؟ سلق ده وقلقاس ولا لأ؟ من بتاع زمان ده ولا لأ؟ قولولي. يلا بقى نحمر الفراخ بتاعتنا، وانا بقى هنا هعمل شوية رز واسيب القلقاس يكمل السوا بتاعه، لان المكعبات كانت لسه برضو يعني ايه، عايزة تركاية كمان. يلا الرز بتاعي اهوت، وادي القلقاس هسيبه يكمل سوا، والفراخ بتاعتي بحمرها. ونتقابل بقى على احلى تقديمة. تعالوا بصوا بقى الاكل بقى وتقديمه، وبصوا القلقاس وهو محطوط بقى، بصوا ايه الجمال ده. بصوا طبعا هتقولوا لي بقى انت بتطبلي لنفسك بقى، سيبوني بس يعني اتغر شويه كده. انا مغروره بيكم والله. ادي الرز وادي الفراخ، ادي القلقاس بتاعي، بصوا اللون بتاعه عامل ازاي. ملكوش دعوه بقى بالحاجات اللي ورا. ايه رايكم؟ ونروح بقى وناكل احلى اكله، وبألف هنا وألف شفا. واشوفكم اللي جاي على خير ومع ألف سلام.